تعالى لي كده بس قبل ما تقلب الفيديو، تعالى كده. ايه اللي يخليك تجيب مرسيدس سي 180 الفقيره بالنسبه لدي، او سكودا سوبرب مثلا، وتسيب دي؟ ما تيجي نبص عليها. بص القمر دي، الاوكر دي على فكره هي بتطلع لما بتفتح العربيه، تمام؟ غير كده بتدخل زي رينج روفر. الباب الازاز ده فريمليس، تمام؟ بس كده ستاير خلفيه، عربيه ما تعرف لهاش كده يعني، هي سفينه، تمام؟ سفينه والله العظيم، رياضيه على لكشري على حاجه كده. العربيه طبعا طولها غريب ما شاء الله، طول وعرض وبرستيج ما حصلش. طبعا عارفينها دي الهيونداي ازيرا، هيونداي ازيرا موديل 23. انا بس نبص كده المنظر. طبعا بقى مساج، مش مساج، الكرسي اصلا اللي بيتحول لسرير. الكرسي ده بتعرف تحوله لسرير. بص كده، بص هو الكرسي لوحده كده بيتعامل. اتمنى تكون شايفينه. هيتحول لسرير دلوقتي، بيطلع لقدام ويروح جاي مقلوب لورا. هتلاقي القعده دي نفسها بترجع بتتغير. بص، ايه عربيه مش هينفع احكي عليها. السقف ده شمواه، ها، سوفت قوي، تقعد تلعب فيه بس كده بايديك يعني، تمام؟ طبعا مش الاوبشنز بقى، مش هنخلص لو قعدنا نتكلم في الاوبشنز مش هنخلص. مش عارف بصراحه اقول لكم ايه عليها يعني، غير ان هي هونداي ازيرا موديل 23، عددها 17000 كيلو، فيها رخصه احنا مرخصينها سنه. اعتبرها زيرو تماما، العربيه زيرو. وبصراحه هي يعني احنا اوبشن مش هيخلص. العربيه فيها كل ما تتخيلوا وما لا تتخيلوا. السقف على فكره بانوراما كمان، ماشي؟ بس مش باين قوي، بانوراما كله مش فاتحه عاديه. اللي هيهمنا قوي في العربيه دي ان هي 1600 تربو هايبريد، استيراد كوريا. بص كيس اهو، تمام؟ نظام جديد، شاشه بس للتكييف، تمام؟ غير طبعا الانفوتينمنت سيستم بتاعها اللي متوصل مع العدادات الديجيتال. عربيه فيها حاجات لو قعدنا نقول عليها بجد مش هنخلصها. ايه، ماشي لك ما تجيبهاش. لو بتجيب حاجه مثلا في رينج هي تحت ال 3 مليون وفوق ال 2 مليون ونص، حاجه بسيطه. مش هقول بالظبط بقى، اظن انت كده معاك ايه يعني، تفكر شويه. لو مهتم بالعربيه دي كلمني، لان فرصه ما حصلتش. وبالنسبه لقطع الغيار، لان الناس تقول لك قطع غيارها ومش عارف ايه وكده، اي حد ليك في السعوديه يجيبها لك، يشحنها لك مع اي العبارات رايحه جايه من السعوديه على السويس هنا، من ميناء جده على ميناء سواء السفاجه او العقبه او ميناء السويس حتى. انا اجيب لك اللي انت عايزه ليها، ما تشغلش بالك خالص بقطع غيارها. ده غير اصلا في مراكز بتجيب حاجتها وكل حاجه، بس انا بقول لك برضو قطع غيارها وكده اطمن لها تماما. العربيه ماليه السعوديه اصلا، واي حاجه ليها اجيبها لك كده فرده كعب زي ما بيقولوا. بص كده لما بتيجي تبطل العربيه، تقريبا دي احلى جود باي ممكن تلاقيها في عربيه. بص لما بندور، احلى هاي برضو ممكن تلاقيها. دلوقتي دورت انت ولا سمعت صوت مارش ولا صوت موتور ولا اي حاجه، هي كده دارت خلاص، شغاله، هتمشي بالبطاريه توتالي سايلنت يعني، انت مش سامع اي حاجه ومفيش الموتور ما دارش ولا بدات تستهلك بنزين. هي هايبرد، فانت بتتحرك على السرعات البطيئه بالبطاريه بالكهرباء، وبتشحن هي نفسها. تديها بقى باور بزياده او اي، هنا هتلاقي حتى التشارج بتاعها والباور. اي دوسه جامده قلبت معاك بنزين. التفويله بتاعتها مثلا ممكن تعدي معاك ال 1000 كيلو، انت متخيل؟ بجد كلام جميل والله.